ليه نشوف ان دي حرب؟ ليه نشوف ان احنا الوحيدين اللي عاملين بازار؟ ليه نشوف ان احنا الوحيدين اللي عاملين اتيليه؟ ليه نشوف ان احنا الوحيدين اللي ما ينفعش حد يعمل زينا؟ انا مش عامله اصلا زيها، هي تخصص زفاف فقط، احنا عاملين سواريه وخطوبه وزفاف وكتب كتاب وعاملين تفصيل، عاملين كل حاجه، فمحدش بياخد رزق حد. قسما بالله قسما بالله هي لو كانت جت قبلي وعزمتني وقالت لي انا هروح بكل حب اصور لها وكل حب، وبالفعل ده اللي انا عملته والله. يعني حلفان اتحاسب عليه قدام ربنا ورحمة ابويا اللي انا حلفاني بابويا ده. انا يعني ابويا ده ضفره برقبة كل العالم بالنسبة لي. انا دخلت بكل نية طيبة وبعت لها الانفيتيشن وحبيت ان انا عايزاها، قلت لها اتمنى ان انت تشاركيني في يوم زي ده، وما لقيتش طبعا منها رد فعل. ففهمت بقى ولقيت بعدها الحرب القائمة دي. فانا لو هي انا كانت مكاني والله العظيم هروح اصور لها وهروح اشاركها يومها وهروح اعمل لها. انا لو اي واحده صاحبتي جت فتحت اتيليه بعدي وقالت لي ان انت تعالي اعملي لي او تعالي، انا هفرح لها من كل قلبي، هروح لها واشاركها فرحتها، هروح اصور لها ولا اكني انا ده مشروعي. وده انا حلفان اتحاسب عليه. انا اي حد بيحتاجني في اي وقت من الاوقات بيلاقيني. انا واحده بحب ان انا اكون جنب الناس اللي بحبها واكون معاهم، مش ان انا اطلع في الاخر حراميه. لا انا ما سرقتش حد ولا عملت حاجه، انا واحده اتعرض عليا شغل زي اي مخلوق ووافق، مفيش مشكله، مش شايفه اي مشكله. اليومين اللي فاتوا دول انا استحملت بما فيه الكفايه، ما رضيتش اطلع اتكلم، ما رضيتش اعمل اي حاجه، اكتفيت بان انا رديت على الجروب. اللي ربنا يهديهم ربنا يهديهم، انا ما اعرفش دول هيقابلوا ربنا ازاي، دي قصه تانية. آه، فضلت ساكته ساكته ساكته، محترمه جوزي اللي ما كانش راضي ان انا اطلع اتكلم، عشان شايف ان انا ما ينفعش اعمل حركه زي دي، عيب ما يصحش رغم اللي بيحصل فيا. احترمت كلام امي اللي برضو شايفه ان انا ما ينفعش اتكلم، عيب دي بنت ما ينفعش ان انا اطلع اتكلم عليها. في حين ان هم صح فعلا عندهم حق وان هي دي الاصول. بس في ناس ما ينفعش ان احنا نتبع معاها الاصول، والانسان بيبقى ليه حق ان هو يرد على الاتهامات اللي بتجيله. انا شفت بما فيه الكفايه، اتقال عليا حراميه، اتقال عليا بسرق، اتقال عليا ان انا واحده اكيد انا الوحشه، تمام، اتقال عليا حاجات كتيره جدا. لحد امبارح بقى كان ستوب، مكنتش قادره، مش كمان امبارح يجيلي ان انا يبعتوا لامي يقول لها ربي بنتك، يبعتوا لجوزي، يبعتوا يكتبوا لي، يشتموني بقى بامي باقذر اقذر اقذر الالفاظ. دي بقى اللي كانت بالنسبه لي خط احمر، خط احمر. يشتموني بابويا اللي ميت، ده كان خط الاحمر بجد. كان بقى من حقي ان انا احاسبن، انفجر، لازم كان ارد على اي حد كان يبعت لي مسج وحشه. لا ازاي انتي انا بشتمك بامك وكمان بتردي عليا، بتحاسبيني عليا وبتقولي وبتحكي؟ انتي ازاي بتردي عليا وانا بشتمك بامك وباهلك؟ لا ما ينفعش، انا لازم اخش اقول لها شكرا على شتمتك ليا، انتي حلوه جدا، برافو عليكي. لا انما انا ارد؟ لا انا مش بني ادمه، ما ينفعش ان انا ارد، ما ينفعش ان انا اخد حقي حتى بالسكوت، مش نافع الرد في المسجات، مش نافع. لا انا لازم اطلع ابقى جميله وحلوه واطلع اقعد اتكلم في الستوري عشان المشاكل بتتحل في الستوري. اما بقى بالنسبه للمجموعه من البشر، انا معرفش دول بيطلقوا عليهم ايه، بس دول ربنا يعينهم على اللي هم فيه. دول قاعدين في قوقعه كده في ناحيه تانية من السوشيال ميديا، قاعدين ماسكين الناس بيختبوها وبينموا عليها وبيخوضوا في عرضهم وبيتكلموا عن حياتهم وبيتكلموا عن كل حاجه. انت كل ده حرفيا كل ده هتقابلوا بيه ربنا. وانا اقسم بالله اقسم بالله ما مسامحه في حقي ليوم الدين لكل حد ولكل بنت اتكلمت عني بسوء وقالت في حقي وفي حق حياتي واخلاقي وشخصيتي اي كلمه ولو صغيره قد كده، هيترد لها اضعاف في حياتها وهتشوفه في حياتها. وانا خصيمه اي حد تتكلم عني ليوم القيامه، وهيبقى ذنبي لو حصل لاي واحده اي حاجه في حياتها، هيبقى ذنبي لان انا بدعي في كل صلاتي على كل واحده بشوف بتتكلم عليا على الوجهه التانية دي. ان شاء الله كل ده هيترد لكم في حياتكم. واخيرا بس حابه اقول ان انا ما كنتش حابه نهائي تاني ان انا اعمل الستوري دي، ده ما كنتش حابه اعملها، هفضل ندمانه ان انا عملتها، بس كان لازم اتبع الاسلوب ده لان ما كانش في حل غيره، لان واضح ان اللي بيتكلم على السوشيال ميديا هو اللي بيبقى كويس. فتمام، اديني اتكلمت ودي الحقيقه، وانا حلفت بقسم اتحاسب عليه ليوم القيامه ان هي دي الحقيقه كامله، وده اللي انا اعرفه وده اللي حصل معايا. اي خبايا تانية دي بينهم انا ما كنتش اعرف عنها اي حاجه. وان انا رديت في الاخر عشان انا اتشتمت باقذر اقذر اقذر الالفاظ اللي ممكن تتخيلوها وتيجي في دماغكم.